منطقة كاب درعا بإقليم طنطان تتحول إلى مسرح لعملية بحث واستنفار قصوى. الجميع يتساءل عما حدث خلف الجروف الصخرية الوعرة في ليلة السبت 2 ماي 2026، ولماذا توقفت بعض الأنشطة فجأة في أضخم مناورات عسكرية بالمنطقة؟ تفاصيل الخبر بعد الفاصل. أهلاً ومرحباً بكم في هذا الموجز الإخباري. في الوقت الذي ينشغل فيه العالم بمتابعة مناورات الأسد الإفريقي 2026 المنظمة بالمغرب، والتي تجمع الجيش المغربي والأمريكي وبعض الدول الحليفة لتعزيز الأمن الإقليمي، خرج بلاغ رسمي من القوات المسلحة الملكية ليقلب الموازين ويكشف عن واقعة غير متوقعة، حيث أعلن الجيش المغربي وبشكل رسمي عن فقدان جنديين من القوات الأمريكية بالقرب من جرف صخري بالمنطقة. الحادث وقع أثناء مهام مرتبطة بالتمرين العسكري المشترك، لكن الغموض لا يزال يلف الظروف الدقيقة التي أدت إلى اختفائهما في تلك المنطقة الصعبة. الآن وتحت جنح الظلام والظروف الجوية القاسية، تسابق القوات المغربية والأمريكية وبعض الدول المشاركة الزمن. طائرات تجوب الجو، زوارق تمشط البحر، وفرق برية تفتش الصخور. الهدف واحد: تحديد مكان الجنديين في أسرع وقت ممكن. وبينما تستمر عمليات البحث المكثفة، فقد تم فتح تحقيقات معمقة لمعرفة لماذا وكيف وقع هذا الحادث. السلطات وعدت بنشر التحديثات فور ظهورها، فهل ستكشف الساعات القادمة عن مصير الجنديين المفقودين؟ في انتظار آخر المستجدات، نشكركم على حسن المشاهدة وإلى اللقاء.